3 شهور قاعد في دهاليز الداخليه، ما فيهم الزو، ما فيهم بوكاسه، ما فيهم هذوم الكل يعرفوا في امن الدوله. يعني 7 سنين ونص 7 سنين ونص اتحاد والحكومه المحاسبه لا مش صحيح مش صحيح لا بس عليهم موجودين. الله يبارك 7 سنين معديها و3 شهور 3 شهور في التعذيب في الداخليه لهنا في الدهاليز اليوم ما 17 صافي للجولات لهنا. الله يبارك. العجيب يسمو يخرج من وزاره الداخليه 3 شهور 3 شهور 3 شهور وانا في التعذيب. البشر هو اللي عطاه الاوامر باش يطلع فيه. يسمو يخرج العجيب يسمو يخرج 3 شهور وانا في التعذيب. بوكاسه والزوق هذا كل التعذيب. انت علاش تدافع عليه؟ يسمو يخرج من وزاره الداخليه انسان مجرم كبير يا ترى 4 بتال زف على اهالي الشهداء 4 بتال قاتل 4 بتال. اسمع شيخ خارج من المحكمه مسك على عائله الشهداء في بالبيع والليل فيديو في الفيسبوك او وين على الوطن بتاعك هذيك الغريزه فيه اي على الوطن بتاعك لا حتى قلت خطي وبنتي شو الغريزه فيه؟ يحكي على اشخاص يحكي على اشخاص على اشخاص انا سمعت على شخص موصف العجيبي قصدك على اشخاص بالنسبه للوطن اللي عنده الروح الوطنيه ما تخليش واحد سارق في البلاد لهنا مجرم ولا مجرم ما مجرم وسارق في نفس الوقت مجرم وسارق. شنو بتخلوا معاكم كي خرجت المجرات يلزم ريفكم اسمع يا خويا انت عشان هذاك تمشي يخرج يتحاسب باش يجيب العبيد قمال. اسمع المجرمه الشيب المجرمه اللي معاهم كي جيتوا بالكدير خرجتوا معنا تويك انتوما في هذاك ما انتوما تعديوا ولا معاكم المجرات يلزم ريفكم المجرات يلزم ريفكم. انتم شنو مشكلتكم كي هو قال؟ انتم اجوا معنا. شو دخلكم انتم؟ ماك خطيك انت. يا جماعه خطيك خلينا هكاو ما تحميش اللي يخلفكم اسمع ولي نذير اخويا يبقى نذير اللي نذيف هكا امور على شجاج قلبوا حد شيء بالكلام مبرر حاجه اخرى. هاتيك الدومين هذا ابعد ارتاح. رسالة تكتبها باش تكتبها لزوجتك وما تزورك اللي هنا برشا من الاخوة اضطهدوهم وطلقوهم يتيح الخمار وطلقوا له زوجاتهم. تكتب بسم الله الرحمن الرحيم طابت عليها للسلون 7 ايام للسلون. بسم الله الرحمن الرحيم خلي باش نثيق فيهم ونكلموا. او المجرمة لهنا عذبونا 7 سنين ونص عديتهم في السجون وفي حربوك وفي يبعدوك على زوجتك واي قريب باش يجي يعاون زوجه الكذا يصبح يبحث في الداخليه. هنا في تونس يتعامل معك في الحبس. اي يدخل زادها كيف يمشي. اي نعم انت تتبع تعاون هاك العائله هذيك منكوبه وكذا تعاونها تهبط انت الحبس كيف. رساله تكتبها بسم الله الرحمن الرحيم باش تكتب لزوجتك ولا بسم الله الرحمن الرحيم. اي تهبط للسنون وجواب يتقطع. تهبط للسنون وجواب ينحوه. بسم الله الرحمن الرحيم بس خويا جواب ينحوه. ولا مرشوه هذه حتى الكفار ما يعملوش. اي اسرائيل يبقى باللحيه كذا نحن مختوم عملوا فينا مختوم ويربطونا مع يعني العراية فضايا اللي عملوها في السلون مع ترشقانه واحد جرثومه مريض حشاك فاسد وخدروا شيخ عليه العراية وصوروا فيديو وعاملين باب السويق هاو واش عمل وهو قاعد
يلاوت فيه الخامس. موسى بن سالم زاد. وموسى بن سالم اللي يحكيها في لو كان الشعب يسمع كلام موسى بن سالم مع يصدق كل شيء اللي صار علينا في السجون. خليش طلع عليه يسار علينا في السجون مش تموت ما خليش طلع عليه بكش يا صهيوني امه اي نعم بابا مات كم من واحد يموت ما يعلموش. نحن وقتها قربنا في قريب في المهدي في سجن المهديه والمدير سليم غنيو وثم العتيري هذايا يجي عمل زياره ونحن مقرفين قال يا حق عام الله يروح بكم مع سالمين اما انتم يا نهضه والله يدمركم وان شاء الله ينساكم تفسد وان شاء الله انتم من الحبس ما تخرجوش لكن الحمد لله ورايه الاسلام ترفع والحق يظهر والله اكبر الله اكبر الله اكبر. عاصفه على الظلام ناسفه. باش طالب خويا انت؟ نعم باش طالبوا نطالب بالعداله يلزم تطهير الداخليه لازم الشعب يوقف نداء وزير الداخليه يرد باله على روحه ما يعطيش جنب حتى البشر الا اللي يخاف ربي وان شاء الله ربي يحميه وان شاء الله ربي ينصره وان شاء الله ربي جاء لتطهير البقعه ان شاء الله ينظفها ان شاء الله ينظفها. مش وقت لازم احنا مع الشعب اي نعم لازم الشعب معاه راهو نجم واحد اي نعم نجم يلعبوا اللعبه راه يا ودي بيت مع بيت بالرسم هذا الشعب ما ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين. احنا معاه خويا ثم ناس يحكيوا معناتها لازم نعملوا مصالحه وفك علينا لا المصالحه بعد المحاسبه احنا اللي نسامحوا في حق احنا اللي شفنا واحنا تعذبنا واحنا اللي اولادنا باش يمشي يقرا يبدا خايف عاونوا يقولوا له عاونوا وذكروا ولدي انا بعد عليه ولدي بعد ما خرجت من الحبس عام 93 مازالوا له 4 سنين يقرا في الجامعه نتاع رادس لزاد تاع رادس نتاع لزاد تاع رادس مازال له 4 شهور ويكمل الميتريزا نتاعو جابوه ضربوه ب3 سنين ونص من بعد يزيد يخرج يبقى عامه ويحكم عليه محرز الهمام الكلب الحلو بعدو الله 12 سنه وتسيب بعد ما طاح الطاغيه بن علي ويزيد كذلك يخرج من السجن وهذا تو السجن ما اكبر بطال تو وكما قال لك من السجن ما اكبر 20 سنه ونحن في المراقبه الاداريه ما تنقلش لا تنقل لا تخدم ما عندك حتى قيمه في المجتمع تهميش كامل ولكن ربي سبحانه وتعالى يعلى ولا يعلى عليه وكلمة الحق راهي ديما باقية. علاش نحن على حق وهم على باطل.